ازيكم النهارده؟ سؤال كتير بيجيلي واسئله كتير بتتحط على السوشيال ميديا واسئله كتير بتتبعت. هحتاج وقت قد ايه عشان اتعلم ايطالي؟ او هحتاج وقت قد ايه عشان اوصل البي2؟ او هحتاج وقت قد ايه لاكون اكتر فولونت عشان اقدر اشتغل في الكول سنتر؟ اللي بيقول لك وقت بيضحك عليك، اللي يقول لك انت هتاخد شهر، شهرين، 3 سنه، بيضحك عليك برضه. اول حاجه، من الخبرة اللي موجودة اللي أنا عملتها خلال السنين اللي فاتت، ومن تواجدي ومن تعليمي للغة الإيطالية من وأنا صغير، مفيش حاجة اسمها وقت محدد لأي حاجة. ما ينفعش أقول لحد بص أقول لك أنت تعالى معايا 3 شهور هخليك جامد. مش بقلل في المدرسين ومش بقلل في الطلاب، لكن كل واحد عنده قدرته الشخصية، كل واحد عنده الموتيفاسيون، الاسباب اللي هو بيتعلم بسببها اللغه. هو بيتعلم ليه؟ احتياجه ايه للغه؟ دايما لما حد يجي يقول لي انا عايز اتعلم اللغه الايطاليه، دايما في اسئله كده بسالها له، بقول له انت عايز تتعلمها ليه؟ قبل اي شيء افهم اللي قدامي ده عنده احتياج للتعليم، ولا هو زي ما تقول لك بالايطالي كابريتشو، حلوه اللغه الايطاليه عايز اتعلمها زي بقيه الناس. دي اول حاجه، دي لازم تكون مهمه قوي، لازم تكون حاضره قوي في دماغنا. انا ليه بتعلم لغه؟ انا ليه جاي هنا وبطلب اي حد يعلمني؟ وايه الاماكن الافضل؟ يا جماعه احنا بنقع في اخطاء كتيره، ده احسن ولا ده احسن ولا ده احسن ولا ده احسن، وساعات المعايير بتختلف تماما. هل ده ايطالي يبقى حلو، مش ايطالي يبقى وحش. شكله مش عارف ايه، بيعرف يهزر وعنده الكاريزما عاليه وكده، فده تمام. واحد تاني عنده الكاريزما بودي مانو، لا بلاش احسن. بصوا، كل المدرسين شاطرين، كل المدرسين زي الفل، كلهم حلوين. في ناس عندها الملكه اكتر في اللغه، في ناس عندها ملكه اقل. مش معناها ان هو ايطالي يبقى هو بيفهم اكتر من التاني، دي مش معناها خالص ومش حقيقي ابدا. احنا شفنا طلاينه، انا نفسي شفت طلاينه ما بيعرفوش يدرسوا ومش عارفين لغه ايطاليه وبيدوا كورسات بقالهم سنين ومكملين، بس هم ما عندهمش ولا الدراسه بتاعتهم تسمح لهم بكده، ولا الامكانيات الشخصيه تسمح لهم انهم يبقوا مدرسين اصلا. لكن هم ستيل لغايه دلوقتي بيدرسوا، ستيل لغايه دلوقتي شغالين ومطلعين ناس من تحتيهم. مش هقول لك كله وحش، لا، في ناس اتبسطت منهم، ده عادي خالص. لكن ما ينفعش احط معايير ثابته لكل حاجه. قبل شيء، في حاجات اساسيه مش هتتغير في الحياه. فاي لغه، ان انا لازم اسمع، لازم اتكلم، لازم اقرا، ودي اهم حاجه. لازم اقرا كتير، ولازم اعمل براتيكا، اتكلم مع الناس. اول حاجه اسمع كتير، اسمع كتير. الحياه مش جراماتيكا. انا ممكن اشرح لك الجراماتيكا كلها في ساعتين وتبقى انت مبسوط وفاهمها كلها، لكن اهم من الجراماتيكا براتيكاري براتيكاري لا لينجوا. مش هقول لك جراماتيكا بس، براتيكاري لا لينجوا. لازم تمارس اللغه. همارس اللغه ازاي؟ اول حاجه لازم اقرا كتير عشان اقوي اللغه بتاعتي. في حاجات في اللغه ملهاش قاعده، في حاجات في البريبوزيسيوني ملهاش قاعده ثابته. دي بتيجي ازاي؟ بتيجي من كتر قرايتي. امسك كتاب سهل على قدي المستوى بتاعي، مش انا ابقى ادوي ولا انا شاطر وانا بيدوي. لا، حاول تخليك صريح مع نفسك وصريح مع نفسك. انا واصل الليفل ايه عشان اعلى بعدين، بدل ما اتعقد واسيب. بعد كده حاجه مهمه جدا، لازم اكتب. دايما بقول للطلبه عندي امسك ورقه وقلم واكتب. قول ببقك واكتب بايدك، قول ببقك واكتب بايدك، وبعد كده اقراها تاني. بيقول لك اكتب اللي هي يومياتك. حصل ايه النهارده؟ ايه اللي مضايقني؟ ايه اللي مش مضايقني؟ ايه اللي كان مساعدني؟ ايه اللي ما كانش مساعدني؟ ولما تقرا بعد كده هتعرف انت بتخطأ في ايه، وساعتها تخلي بالك في المره الجايه وانت بتكتب. تاني حاجه، اتفرج على افلام. ما ينفعش واحد في الادوي ويروح يقول لك بنوتر سوت. يا جماعه انت بتضرب نفسك في الحيطه، بتخبط راسك في الحيطه. مفيش حاجه اسمها كده. اخد فيلم بسيط، فيلم اجنبي امريكاني مدبلج، يكون الايطالي بتاعه ايطالي صرف مش دياليتو. ما ينفعش اخش واحد يقول لك اوه واو واليون، رايحين فين؟ انت فاهم ايه؟
ومبسوط جميله والتصوير جميل، انت فهمت ايه بقى؟ ولا حاجه. فما ينفعش ابتدي كده. تاني حاجه لازم اسمع كمان برودكاست، في برودكاست بتاعت ناس ايطاليه، ايطالي بسيط ممكن اتفرج عليها. رابع حاجه ودي مهمه، اعمل براتيكا. لو انا باخد كورس في الجروب بتاعي اكيد في حد ممكن قريب مني شويه، اقول له بص هنعمل براتيكا ان ايطاليان، حتى لو بنقول لك صباح بونجورنو كوم ستاي كوم انداتا لا جورناتا، دي ماشي حلوه تمام كبدايه. ما تسيبش ابدا نفسك من غير براتيكا. وتاني مش معناه ايطالي معناه اللي هو شاطر، بعد اذنكم ما تصنفوش الاماكن على مزاجكم، ما تسمعوش ناس كتير، انت بتاخد اراء شخصيه من ناس، ما بتاخدش حاجات اوبجكتيفه من ناس. حاول تفهم انا عايز ايه وبرتاح مع مين. ممكن واحد بيتفرج عليا مش طايقني وما بيتعلمش مني حاجه وما بيستفادش مني، سيبني واتفرج على حد تاني. السوشيال مليان، اختار حد وتابع معاه، ركز معاه، ما تركزش مع 5 6 مع بعض في وقت واحد، انت كده بتشتت نفسك. خد واحد، خد اللي عنده سيبه وروح عند التاني خد اللي عنده، بس ما امسكش 3 4 مع بعض. امسك حبه من مينا، حبه مش عارف من لوكريتسيا، حبه مش عارف من مين، حبه من مين، هتلاقي نفسك تهت في الاخر. يا ريت السؤال ده ما يتسالش تاني يا جماعه. هاخد وقت ده عشان اتعلم ايطالي. انت سبب تعليمك ايه قبل اي شيء؟ وعايز تعلمه ليه؟ وايه ذكائك اللغوي قد ايه انك تستوعب باللغه؟ فيا ريت نركز قوي. اللغه مش صعبه، محتاجه بس يكون عندنا موتيفاسيون قويه، سبب قوي ان انا اتعلم باللغه. Ci vediamo la prossima volta, arrivederci.